ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وصفتنا النهاردة من اجمل الوصفات اللي عملتها. من حلاوة الرز هتسيب الفراخ وتاكليه هو لوحده. الرز البخاري النهاردة افضل واسهل طريقة هنعمله بيها. بجد هتاكلي صوابعك وراه. البخاري الدجاج احلى واطيب كتير من الكبسة، حاجة كده هتعمليها هتشرفك في اي عزومة. ان شاء الله هنجهزه خطوة بخطوة. دي قناتي وصفات ام جودي. لو اول مرة بتشوفيني يسعدني ويشرفني الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ولو من متابعيني حبايبي اوعي تنسي تحطي اللايك. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا. اول حاجة معايا نص كيلو رز بسمتي طويل الحبة. هنغسله غسلة واحدة بس كده تحت الحنفية، وبعد كده هنحطه في بولة وننزل عليه بمية عادي برضو من الحنفية وننقعه فيها نص ساعة. هنركنه على جنب، وبعد كده هنحضر الخطوات اللي بعد كده. هنجيب ووك على او حلة، هنحطهم على النار. وبعد كده هقوم نازله بتلات اربع معالق كبار كده من الزيت، عليهم مكعب زبده كبير. اول ما الماده الدهنيه دي تسخن معايا جامد، معايا هنا فرخه كيلو ونص، مقطعاها نصين كده بالطول. وطبعا غسلينها كويس ونقعينها في محلول النقع ساعة، وغسلينها بمية وملح وليمون كويس قوي وشطفينها. هنزل بقى بالفراخ في المادة الدهنية دي تتحمر وتاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين لونها عامل ازاي؟ طبعا ده مش التسوية بتاعتها، بس احنا بنديها اللون الجميل ده عشان خاطر هو ده اللون اللي هي هتاخده، هيفضل معاها لغاية الاخر. هنقلبها على الوش ده شوية وعلى الوش ده شوية لغاية ما تاخد اللون الجميل ده. وبعد كده هنقوم شايلينها من الطاسة او من الحلة، هنحطها في طبق جنبينا. هنيجي للخطوة اللي بعد كده. معايا بصلتين وسط متقطعين جوليان، هنزل بيهم في المادة الدهنية اللي حمرنا فيها الفراخ. طبعا ريحة السمنة او الزيت او المادة الدهنية اللي حمرنا فيها الفراخ بتبقى ريحتها جميلة جدا. فلما كمان بنحمر فيها البصلة بتدي طعم خرافي للرز. هنحمر البصلة لغاية ما لونها يحمر معايا ويتكرمل ويبقى لونه بني جميل كده. الوصفة دي طبعا وصفة خليجية. الوصفات دي جميلة جدا، تفتح النفس وتشرفك في اي عزومة قدام اي حد. معايا 5 فصوص من التوم، نزلت بيهم في النص كده. برضو التومة تحمر معايا كده وتاخد اللون الذهبي الجميل ده ونشم ريحتها. هنكون مجهزين في الوقت ده معايا جزراية كبيرة بشرينها، هناخد نصها والنص التاني هنعينه. هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. هنقلب بقى البصلة مع الجزر والثوم برضو لغاية ما الجزر ياخد اللون المتكرمل معانا ده، وتبقى كده يدبل معانا. وهنشوف دلوقتي ازاي. وصفة سهلة وجميلة وكلها في حلة واحدة، ما بتاخدش مننا وقت. تخش المطبخ هتعمليها تغيير، هتفرحي الولاد جدا بيها. بجد أكلة جميلة وتفتح النفس، والرز طعمه خرافي بجد. البصلة بقى والجزرة خلاص لونهم محمر معايا. هكون في الوقت ده معايا 3 طماطمات كبار بشراهم بالمبشرة او ضرباهم في الكبة اللي يريحك. هقوم نازلة بيهم على البصل والجزر. ومعايا برضو معلقتين كبار من معجون الطماطم اللي هي الصلصة الحمراء، هننزل برضو بيها يا دوبك يغلوا غلوة كده. وبعد كده هنكون بقى مجهزين معايا البهارات بتاعتي، وهي عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة يعني أكبر شوية من الكمون. حط له معلقة كبيرة ممسوحة كمون، وربع معلقة من الكاري. لو ما عندكيش كاري ده اختياري، ما تحطيهوش براحتك عادي، مش هيغير من الوصف حاجة. بس الأساسي في الوصفة هو الملح والفلفل والكمون، هيدي طعم للرز بجد جميل. وانتوا ان شاء الله هتجربوها وهتقولوا لي فيها رأيكم. عاوزاكم كده ما تخافوش وتشجعوا واعملوا وصفات ام جودي ومش هتندموا بإذن الله. انا ان شاء الله مع ام جودي هخليكي ملكة في مطبخك. نرجع الفراخ تاني في الصلصة دي عشان تكمل سوا. ما احنا دلوقتي لسه الفراخ لغاية دلوقتي ما استوتش معايا، هي بس خدت اللون الذهبي بس ده. وبعد كده هقوم بقى معايا ميه سخنه من الكتل، هقوم نازله بيها يا دوبك الميه تيجي عند الفراخ كده، وهتبقى نار بقى متوسطه.
هنسيبها تغلي بقى غلوتين كده نص ساعة تستوي فيها الفراخ دي، لان هي طبعا الفراخ معايا نية، وهو ده السوائل دي هي اللي هتستوي فيها الفراخ. هنغطيها وهنسيبها بقى تستوي ايه براحتها نص ساعة. هرفع عليها الغطا بعد شوية وهنقلبها. لانها بقى جميلة وزي ما انتوا شايفين كده، حاجة اللهم بارك، ريحة مفيش اروع ولا اجمل من كده، بجد حاجة تحفة. هتعمليها ولو عندك عزومة ولا عازمة حد وتحطي قدامه الصينية دي كده، مش هيصدق ان انت اللي عاملاها. الصينية دي لو هناكلها في مطعم بره هتكلف كتير، بس احنا لما نعملها في البيت مش هتكلفنا حاجة. هنشيل الفراخ بقى من الصوص، احنا عذبنا الفراخ دي معانا النهارده، عمالين نشيلها ونحطها في قلب الطاسة لما يعني زهقت مننا. ولادي بيقولوا لي يا ماما انت تعبتي الفراخ معاكي، كل شويه تشيليها من الطاسه وتحطيها تاني في الطاسه. قلت لهم معلش ان شاء الله هتاكلوها بالهنا، تعملوها باذن الله وتاكلوها في الهنا باذن الله. صفيت الرز طبعا بعد نص ساعه وما غسل ما دعكتش بايدي بالرز. اوعوا يا بنات تحطوا ايديكوا فيه لا يتكسر الرز ضايع، احنا عايزينها كده تبقى بطولها وطويله وجميله. كتر الشطف في الرز او تحريكنا بايدينا فيه ما هيتكسر مننا، فبلاش. يا دوبك نصفيه في المصفى ونقوم نازلين بيه. انا معايا هنا نص كيلو رز ما يعادل 3 كوبايات من الرز، هنزل عليهم ب3 كوبايات من الميه السخنه. هتقولوا لي طب مش الرز البسمتي بياخد مقدار الكوبايه كوبايتين ميه؟ انت قايله لنا كده. هقول لك يا حبيبه قلبي ان احنا ما تنسيش ان احنا نقعين الرز، فالرز يعني يعتبر شارب ميه، فما ينفعش ان احنا نديله ميه كتير. زودت 3 كوبايات ميه وغطيت عليه. اول ما يبتدي ان هو بقى يغلي معايا ويتشرب كده، هقوم مرجعه الفراخ تاني على الرز عشان تكمل سوا. غلبنا الفراخ النهارده. لو وصلتوا معايا لغايه هنا في الوصفه حبايب قلبي، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك، تكتبوا لي تعليق حلو كده، دعمكم بيفرق معايا. واكتبوا لي انتوا بتتابعوني منين ووصفاتي بتعجبكم ولا لا. ولو عايزين تسألوا على اي حاجة في الوصفة اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. وانا هسيب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف والتوابل بتاعت الوصفة. هنزل بقى معايا بقرنين فلفل احمر حراق، واحد اخضر واحد احمر، وهقوم نازله بيهم. ومعايا بقى بقيه الجزرايه هحطها بقى من فوق الوش كده. هو المفروض ان انا كان عندي زبيب بس انا دورت عليه في التلاجة ما لقيتوش للاسف. المفروض ان انا بحمر كده الجزر والزبيب ده في معلقه سمنه وبزين بيه الطبق في الاخر، بس انا للاسف ما كانش عندي. فانت لو عندك زبيب حطي، ده طبعا اساسي في الوصفه وبيجملها وبيديها طعم جميل. هنشيل بقى الفراخ تاني من الوok، وهنشيل الجزر اللي احنا حطيناه فوق الوش والفلفل الاخضر. زي ما انتوا شايفين الرز مفلفل معايا وجميل، لونه بيتكلم عن طعمه، حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك، تفتح النفس وتشرف في اي عزومة. هتغرفي بقى الرز. اظن الريحة انتوا متخيلينها، الريحة مش عايزة اقول لكم عاملة ازاي يا جماعة في الوقت ده. الرز طيب وطعمه طيب جدا، احلى من الفراخ كمان. الفراخ طبعا طعمها جميل بشربة من الصوص وعسل، بس الرز هيعجبكم قوي. الرز البخاري ده من اجمل بجد الوصفات اللي ممكن تعمليها وتشرفك في اي سفرة وتبيض وشك كده قدام اي حد ياكلها من ايدك. هنحط بقى الفراخ على الوش كده، وبقيت بقى الجزر والفلفل عشان نزين بيه الطبق. ومعايا كده جبت عودين كزبرة كده زينت بيهم الطبق من فوق. قولوا لي بقى في اسهل من كده؟ وصفة سهلة وجميلة وبجد تبقى مش مكلفة. يعني هي الفرخة ونص كيلو الرز ما مش مكلفة، انما الطبق ده لو هنجيبه من بره هيكلفنا مبلغ كبير، انما احنا بنعمل الحاجة في البيت لولادنا وما بنشتريهاش من بره. يا رب النهاردة اتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتنول رضاكم. لو عايزين تسألوا على اي حاجة في الوصفة اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.